ايا كان الفيديو شكله ازاي، ايا كان راسي باينه مش باينه، المهم الكلام او المحتوى اللي احنا هنقوله. مش مهم الشكل، مش مهم الشعر، مش مهم اي حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. يا رب امشي يا رب بالمكان ده يا رب. اي حديد قديمه لمونيا للبيع. عارف يا استاذ زمان، لو كان في حاجه زي كده ظهرت في الفيديو كنت ازعل قوي. غني يا معلم غني، يعني هو لما يعدي دقيقتين من الفيديو خلاص الدنيا هتبوظ. عادي يا معلم، براحتك. ودي يا معلم كل عيش. هيروح فين الراجل؟ هيقول ألمونيا وبيع فين؟ ما في الأماكن اللي احنا عايشين فيها. التفكير بقى المفرط كان بيعذبني. يعني انا لو هعمل اقل حاجة في حياتي افكر لها، والخوف انك تغلط برضو، يعني الاتنين برضو كانوا حاجات مدمرين حياتي. ان انا مثلا عايز اعمل فيديوهات، فانا هصبر لحد ما اشتري كاميرا مش عارف بكام الف عشان اعرف اعمل فيديوهات، عشان خاطر مع الفيديو يطلع بجودة كويسة ومحدش يتكلم، محدش يقول ان انا فاشل، او ان انا يتريق عليا الكلام ده. انا معايا كاميرا ومش عارف ايه، والله بصور بتليفون. فاهم حاجة؟ الفكرة مش في الحاجات الغالية اللي معاك. عقلك دايما بيقول لك انت لو اشتريت حاجة مش عارف بكام الف، انت خلاص انت كده توب، انت مش محتاج اي حاجة تاني. الناس بس هتشوف اللي انت بتدوس على الكاميرا كده، خلاص انت فوق الصح. لو انت مفيش القيمة اللي انت تقدمها ليا كمشاهد، انا مش هسمعك. انا بسمعك ليه؟ عشان انت هتقدم لي حاجة. انا مش جاي اشوف الكاميرا الغالية اللي معاك. خلينا بقى احكي لك في الموضوع بقى بالتفصيل. بفضل افكر في كل حاجة معايا، مثلا فيديو هفضل افكر له اسبوع عشان بس اقول كل حاجة وما اغلطش وكل الكلام ده. مع ان انا لو فتحت الكاميرا واتكلمت مش هجرى اي حاجة، وحتى لو ما قلتش كل الكلام اللي انا عاوزه هعمل جزء تاني. هو فين المشكلة؟ هو ليه دايما مخك بيحاول يكبر المواضيع؟ عادي عادي، انت مثلا عملت فيديو، مش انا دايما كلام بوجهه لنفسي، فانا ما اعرفش انت بتمر بايه، فعشان كده انا بقول بحكي عن نفسي، وانت طبق نفس الكلام عنك انت لو انت شايف ان الكلام مفيد. ثانية واحدة، دايما اصدم مخك. يعني ايه؟ ده الحاجة اللي انا اتعلمتها بقى. ان انا مثلا هعمل فيديو، افتح الكاميرا واتكلم دلوقتي من غير مايك، من غير ما اعمل اي حاجه. لو انا كاتب مثلا كذا موضوع عاوز اتكلم عنه، او كذا مشكله في دماغي عاوز اتكلم عنها، فانا هتكلم عنها دلوقتي على طول، من غير بقى ما اجهز لاي حاجه خالص. مخك ده، اصل انت بص افهمك على حاجه، لو انت اديت فرصه لمخك ان هو يفكر، ده اللي انا استوعبته. المخ اصلا كسول ازاي؟ ان هو بيفضل مثلا يقول لك اصل انت لو نزلت الدنيا برد، ولو دخلت استحميت هتاخد دور برد، وان انت لو رحت تصلي المشوار بعيد، وان انت لو عملت مش عارف ايه هيحصل لك ايه. هو عاوز يفضل في حالة سكون، هو مش عاوز يتحرك، هو مش عاوز اي نوش في حياتك. هو عايز يحافظ عليك. يعني انت مثلا تكون شغال في مكان يقول لك هم نعرفه احسن من هم ما نعرفوش. يعني الامثال دي اصلا اتقالت لي، فانا قاعد معايا طول اليوم. والله كنت شغال في مكان فقال لي يا عمي، وانت شغل وانت عارفه تروح تشتغل في مكان تاني ومكان ما تعرفوش وناس ما تعرفهاش وقصة حزينة. ولكن ده غلط جدا. عادي، انا لما رحت المكان التاني كنت مبسوط جدا، ولو رجع بيا الزمن هاخد القرار من غير ما افكر، من غير ما اخد رأي حد. وانك تاخد رأي حد ده كارثة. ده معناه ان انت متردد، وان انت مش واثق في نفسك، وان انت حاجات كتير قوي. المشكلة في اهالينا، كانوا دايما يقولوا لنا الناس هيقولوا عليك كذا والناس هيقولوا عليك كذا، فانت بقيت خايف من الناس. او عربية معدية اسكت بقى واقول صوت العربيات بيخليني مش عارف اصور، والكلام اللي انا كنت بعمله زمان. لا عادي، ما تعدي العربيات. هو العربيات معديه فوق دماغي؟ ما تعدي. ما احنا كلنا عايشين في نفس يعني ايه. يعني انت برضو وانت قاعد دلوقتي بتسمع الفيديو، في عربيه معديه وصوتها خرم ودنك وانت اتضايقت منها. فاهم حاجه؟ فانت بتمر بنفس اللي انا بمر بيه. ما انا مش بكلمك من النرويج. والله في عربيات بتعدي اكيد هناك برضه، يعني مش كده. بس مفيش عربجي بسط الدنيا على نفسك، ما تخافش ان حد يتريق عليك. انت مثلا مش هيعجبك مثلا الاوضه، يا عم حاضر ماشي، تقبل نفسك، خليك واثق في نفسك. لما مثلا انت تقول لي والله انت شكلك وحش، حاضر تمام، اعمل لك ايه طيب؟ ما هو بص هفهمك على حاجه. دايما الشخص بيضرب في الشخص اللي فوقيه. اللي فوقيك مش هيتريق عليك،
دايما اللي هيتريق عليك واحد تحت اقل منك، شخص اقل منك، بيقول لك إيه انت، يعني انت فاهم، هو عايز يحقر من شأنك، عاوز يحقر منك، عاوز يقول لك ان انت ما تقدرش ليه عشان هو اللي ما يقدرش. فاهم حاجه؟ لما انت مثلا تقول لشخص ما انا عاوز ابقى نجم وعاوز ابقى فنان، هو عقليته لازق في الارض، ما عندوش فرصه ان هو يحلم، ما عندوش فرصه ان هو يكون حاجه. هو شخص بس عاوز ياكل وينام، ما عندوش اي حاجه يعملها. فاهم حاجه؟ فدايما انت اللي بتقلل من نفسك في الحته دي لما انت مثلا تكون متقبل شخصيتك. انا جيت قلت لك على فكره انت شخصيتك وحش، لا لا انا اللي ما اعرفكش. فاهم حاجه؟ لما انا اجي اقول لك ان شخصيتك انت وحشه، يبقى انا ما اعرفكش. طول ما انت بتحاول وبتسعى وتغير من نفسك فانت شخص كويس. فاهم؟ لو انت مثلا قاعد بتلوم الدنيا، واصل بابا عمل والدنيا والظروف، انا خلي بالك فضلت 5 سنين كده وبلوم كل حاجه في الكوكب الا نفسي. والله يا جماعه تسألني أكتر حاجة كرهتها وبندم عليها ال5 سنين اللي أنا كنت بلوم نفسي فيهم. ولولا ال5 سنين دول أنا ما كنتش بعمل لك الفيديو ده وأنا بقول لك إن أنا الوقت وإن مثلا ما تحقرش من نفسك وإن أنت ما تقللش من نفسك وكل الكلام ده. فاللي أنت الغلطات اللي أنت بتعملها هي بتكون درس ليك. انا على فكره مش بعاملك ان انت اقل مني وان انا بقى الولد اللي فاهم واللي مش عارف ايه خالص. انا بكلم نفسي وانا عارف ان ممكن بنسبه 99% مفيش حد بيتفرج. انا بكلم نفسي في اغلب الوقت لان انا ما عنديش حد احكي له اي حاجه. انا عندي صحاب، فلو انت بتتفرج فاعتبر انت صاحبي. يمكن اكون انا بنصح نفسي في المستقبل زي ما قلت في كل الفيديوهات اللي فاتت. وبس. ولو انت عاوز تنطبق، يعني لو انت عاوز تبقى صاحبي بقى في الحتة دي والكلام بقى برضو تسمع كلامي في الحتة دي ماشي. لكن اوعى تفتكر ان انا بتعالى عليك خالص. التفكير الكتير ده حاجة مؤذية قوي. يعني انت مثلا بتكون تفكر في كل حاجة، خايف تسيب الشغل وخايف مش عارف ايه، اصل مخك عاوز الحاجة السهلة، عاوز الدوبامين من غير ما يتعب نفسه. فاهم؟ يقول لك انت لو رحت جيم انت رفيع، الناس هيتريقوا عليك. انا كنت دايما بخاف ان انا اغلط عشان محدش يتريق عليا. ففضلت سنين قوي ثابت مكاني، كاميرا عشان اشتريها. فضلت سنين قوي اشتغل، اقسم بالله يا جماعه اقسم بالله كنت بشتغل في صيدليه. فكان المرتب 600 جنيه. بقول من زمان يا معلم، اللي هو انا ابخل ان انا اشتري سندوتش عشان خاطر اشتري الكاميرا. وكم التعب النفسي اللي انا كنت بواجهه. وان انا بقى كنت خايف. يعني انا لو تقول لي من سنه اطلع احكي حاجه زي كده كنت اقول لك مستحيل الناس تتريق عليا. طب ما هي التريقه يا اسطى، وانا بشاركك رحلتي. فاهم؟ وانا مش هو انا جايب لك حاجه من الخيال. فاهم؟ انا بحكي لك اللي حصل معايا. انت شايف ان دي حاجه تقلل مني براحتك، انت شايف ان دي حاجه كويسه براحتك، اصل انا مش هتدخل. انت شايف ايه؟ فده اللي انت لازم تتقبله. انت لازم تتقبل نفسك، تتقبل الحاجه اللي انت بتعملها. دايما في الراب وكده تلاقي لو حد مش مشهور فيروح ينكش حد مشهور قوي. فاهم؟ بحيث ان يدخلوا بيف مع بعض وان اللي مش مشهور ده يعلى. فاهم حاجه؟ فهي كده. يعني برضو نفس الفكره، ان انت مثلا اللي بيغلط فيك ده شخص اقل منك، مش واصل لك، مش في نفس المستوى بتاعك، مش في شهرتك، مش في عقليتك، مش في ايا كان يعني. فهو بيخبط فيك عشان انت سقفه. فاهم؟ لو انت مش موجود هو هيبص لفوق. فاهم؟ هو بيبص كده في طريقه، هو شايفك انت. فهو علشان يبعدك فلازم يحقر منك، يقول لك اصل انت كذا وانت كذا وانت كذا. لما حد يقول لك انت كذا يا عم اقول له ايه، هتلاقيه زعل قوي. زعل قوي ان كلامه مش مؤثر فيك. هو دايما بيحس ان هو صح. خليك دايما، يعني في حاجه مخي قال لي عليها دلوقتي، لو الشخص اللي بيحقر منك ده لو انت مثلا خدت رايه في حاجه هتلاقيه بيقلل منك. ولكن لو عكست الايه، تمام، وهو اللي خد رأيك انت مش هتحقر منه. ليه؟ لان انت باصص في طريقك، تمام، هو برضو باصص في طريقك. هو ما عندوش اي حاجة
غير ان هو يبعدك عن طريق. تمام. لو هو من جوه مثلا مش عاوز منك حاجة، مش هيقلل منك. فاهم؟ فاوعى مخك يسمح او يسمع لاي حد ان هو يقلل منك. فاهم؟ عايز اقول لك على حاجه، انا اهلي كانوا يقولوا ان انا فيها كل العيوب، فيها كل حاجه وحشه، فيها كل فاهم؟ مش الاهل بس، الاهل والصحاب والجيران وزمايل الشغل، اقسم بالله اغلب الناس دي ما فيهم واحد قال لي كلمه حلوه. يقول لك لا انت مش هتوصل، وانت مش هتبقى، لا انت هتبقى كل حاجة لو ده بطل يشتغل. اعمل كل حاجة من غير ما تاخد رأي مخك في الحاجات اللي انت المفروض تتناقش فيها. فاهم؟ على رأي عبد الله، قال لك طول ما انت بتعمل حاجة مش حرام ولا عيب اعملها. انا مثلا الفيديو ده لو كنت سبت مخي مثلا يكتب كام جملة عشان الفيديو يطلع، ما كانش الفيديو حقيقي. فاهم؟ ف خوض التجربة من غير ما تخلي مخك يسوحك. قوم واتحرك، وما تخافش ان حد يتريق عليك، ما تخافش ان حد يقلل منك. دايما الشخص اللي بيقلل منك بيوصف ما بداخله. يعني ايه؟ لو انت قلت لي ايه رأيك في كوباية الشاي دي مثلا، يعني لو انت قلت لي ايه رأيك في كوباية الشاي دي، يا عم انا ما بحبش الشاي، هقول لك وحش. انت عاملها وبمزاج وشايف انها حلوة جدا، انا شايف وحش، انا ما بحبش الشاي، فانا بقول لك انها وحشة. فهمتني؟ هفهمك. انا عجبني المثال ده قوي، اللي ما كنتش اتوقع ان انا اقوله اصلا. ودي الفكره ان انا مش كاتب، فلو كنت قلت لمخي مثلا تعالى مثلا نفكر في الفيديو كذا، هيروح يقول لك انا هكتب المثال ده وهكتب كذا وهكتب كذا. فاهم؟ لكن الفكره كلها والمتعه كلها ان انا اتكلم واقول حاجات انا مش متخيل ان انا اقولها كده لايف من غير ما اكتب اي حاجه، كأن ان انا فاتح لايف وبحكي معاك. تمام. فمعلش نرجع لنفس المثال عشان عجبني، عشان انا عايز اشوف مخي هيقول ايه. فاهم؟ انا برضو انا بتفاجئ بالكلام ده وانا هتفرج على الفيديو، كأن حد غريب قاعد وانا هتفرج على الفيديو كأن حد وانا هتفرج على الفيديو كأن حد غريب عني هو اللي عامله. تخيل مثلا، معلش من الاول والله لو بصيت لحد هزعل. تخيل مثلا انت عملت لي كوبايه الشاي دي، فانا قلت لك وحشه. يا عم وحشه، انا ما بحبش الشاي. فاهم؟ ولكن انت افتكرت ان انا بقلل من الكوبايه بتاعتك. انا مثلا بقلل من شطارتك في عمل الشاي مثلا، انا بوصف لك انا ما بحبش الحاجه دي، انت عاجباك. فاهم؟ ده فرق ذوقيات، ده حاجه ما تزعلكش، حاجه ما تزعلكش. لو انا مثلا قلت لك ايه رايك في الفيديو ده، انت قلت لي والله مش عاجبني، انت بتفكر في حاجة معينة غير اللي انا بفكر فيها. فليه تزعل؟ وليه تقيم الحاجة اللي انت عاوزها بمنظور شخص؟ وليه تاخد رأيك بدل انت مقتنع في الحاجة؟ ليه تاخد رأي حد بدل انت كوباية الشاي دي عجباك؟ ليه تيجي تاخد رأيي؟ انت شايف ان انا مثلا حاجة كبيرة وان انا مثلا حاجة كويسة، فانت جاي تاخد رأيي في كوباية الشاي، فانا قلت لك لا وحش، فانت تزعل بقى. ليه يزعلك؟ ما هو ده رأيي، ما هو انا بوصف لك اللي جوايا. ما هو انا لو جوايا وحش وجيت مثلا، لو انا اللي جوايا وحش هقول لك كلام وحش. لو انا جوايا شخص كويس هقول لك مثلا النضارة لونها اسود، فانا شايف الدنيا بعيون سودة. نضارة كويسة فانا هشوفها بطريقة كويسة. فالفكرة كلها ان كل واحد بيشوف الدنيا من خلال عينيه هو. فانت ما تجيش تحاول تشوف الدنيا من خلال عيني انا، لان انا مختلف عنك، سواء بيئة، سواء تربية، سواء عقليا، سواء كل حاجة. فما تحاولش تقيم نفسك اتجاه الناس. لما انت مثلا تيجي تاخد رأي حد في اهلك، مثلا لو انت جيت تاخد رأي باباك في اغنية انت بتحبها او اغنية انت عاملها مثلا، يعني هو هيقول لك واحد، هو ما قللش، هو ما بيقلكش ان انت كلك واللي انت بتعمله ملوش قيمه وكل الكلام ده. الحاجه اللي انت بتعملها ليها ناس معينه يسمعوها، والحاجه اللي انا بعملها ليها ناس معينه يسمعوها. فلازم انت تتقبل ده وتكون شخص مرن كده ولذيذ ولطيف، ومش كل حاجه تاخدها بحفركه وبزعلة، وان الناس بيقللوا مني، وان انت تفضل تفكر
سيب كل حاجة تيجي من عند ربنا كده تسهيل. لما انت تفضل بقى تفكر كتير والدنيا والظروف ومش عارف ايه، مش هتعرف تعمل اي حاجة في حياتك. انا وقفت سنين من عمري مش بعمل حاجة، وده بسبب الخوف، ان انا بفضل افكر كتير. انا خايف ان انا اقعد قدام الكاميرا ما اعرفش اتكلم، انا خايف ان انا اقول كلام ملوش لازمة. وبص عايز اقول لك على حاجه، ايا كان الفيديو ده نزل او ما نزلش، والله انا انا ما بصيتش في الشاشه، وانا يعني ما حتى مش شايف الكاميرا جايبه راسي ولا لا، مش شايف الصوت واضح ولا لا، مش شايف اي حاجه، مش شايف الاضاءه كويسه ولا لا. فاهم؟ اللي عايز اقوله لك ان انت ما تفكرش كتير، ما ترهقش نفسك، اغلط، تعلم من غلطك. الغلط اللي انت هتعمله ده هو اللي انت هتتعلم منه. لو الفيديو ده مثلا صح ما فيهوش اي غلطه، انا اتعلمت ايه؟ ولا اي حاجه. لكن لما الفيديو ده مثلا يكون الصوت بتاعه وحش، هدخل وادور على مواقع واحاول احسن من جوده الصوت واشوف برامج واحاول اتعلم حاجات الله يخرب بيتك. واحاول اتعلم حاجات بالذكاء الاصطناعي عشان يحسنوا الصوت، واحاول اشوف الاشتراكات بتاعت البرامج دي بكام، واحاول ان انا احاول. فاهم؟ انت مش هتتعلم من الحاجة اللي هتيجي صح. فلما تعمل حاجة غلط خليك فرحان، لان الحاجة دي بتعلمك. انا النهاردة صورت، اذا لو التصوير ده فيه غلطة، الحمد لله انا استفدت معلومة. ما اظنش ان انا عاوز اقول اي حاجة تاني، ولو انا عاوز اقول اي حاجة تاني ممكن نعمل فيديو تاني عادي خالص. ممكن اكون اتكلمت في كذا موضوع، ممكن اكون عدت الكلام، لان اقسم لكم بالله انا ما اعرف ولا كاتب الا انا قلته. تمام. يا رب أكون حليت مشكلة، ولو بنسبة 1% لأي شخص. ويا رب في المستقبل لو أنا بسمع الفيديو ده، أكيد هسمعه، أكون فخور بنفسي. ولو أنت في حاجة عاوز تعملها اخلص منها على طول. أنا عاوز أنزل جيم من غير ما تفكر، انزل احجز في أي حاجة. فاهم؟ انزل حتى يوم، عود جسمك. فاهم؟ انت لما تحاول تصلي، تمام، صليت مرة غصب عنك، تانية غصب عنك، التالتة غصب عنك، الرابعة غصب عنك، الأسبوع ده كله غصب عنك. بعد شهر مثلا انت لو سمعت الأذان مش هتقدر، يعني مش هتقدر تسيب الأذان وتروح تكمل حياتك. بجد. الحمد لله. اي حاجه كده في حياتك، يعني انا بقول لك خليها عاده. فاهم؟ اتعود. خليها مثلا زي ان انت بتتنفس. الحاجه مثلا انا مثلا الحاجه اللي بتخليني كويس اكتر هو ان انا اتكلم قدام الكاميرا. فاهم؟ فقلت لنفسي افتح الكاميرا كل يوم، قول اللي انت عاوزه، حتى لو الفيديو مش هينزل، حتى لو هتنزلها في قناه وتخلي الفيديو برايفت محدش يشوفه غيرك، اعمل كده. اهم حاجه انت تبقى كويس. وانا اقول لك هو اهم حاجه انك تبقى كويس. محدش هيدور على سلامك النفسي ولا راحتك غيرك. عايز اقول لك والله يا جماعه، والله يوما ما كنت شغال في مكان هو نفس المكان المنيل اللي انا بحكي عنه في كل فيديو. يعني اصل المكان ده انا اتاذيت منه كتير، اذا انا اتعلمت منه كتير الحمد لله يعني. والله المكان ده اقسم لكم بالله كنت مضغوط لدرجه ان انا كنت يعني بتمنى الأرض تنشق وتبلعني عشان أختفي من هذا المكان. ومحدش دور على راحتي النفسية، ومحدش دور على إن أنا أكون مبسوط. وخليك دايما عارف لو أنت قللت من نفسك ومن راحتك ومن أي حاجة، هتلاقي سنة ورا سنة عمرك بيكبر وأنت بتقلل من نفسك ومش عارف تعمل أي حاجة. عاوز أقول لك أو أقول لنفسي أيا كان يعني مين بيتفرج، ما تخافش، اسعى. وطول ما انت ما تعملش حاجه لعيب ولا حرام، توكل على الله، وقول بسم الله الرحمن الرحيم، ودوس يا معلم. مخك لما يكون في حاله سكون مش هيتعلم اي حاجه، هيفضل كده على التليفون بقى يسمع بقى في اغاني وكلام فاضي. تمام. ويقنعك ان انت كده مبسوط، انت كده مرتاح، انت كده زي الفل، انت كده الدنيا تمام، وان هي دي الاجازه، وان هي دي المتعه، وان هو ده فتره شبابك. ارجع كده السنه اللي فاتت انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه يا عم مؤمن. فما تقللش من نفسك، ما تقللش من نفسك، حاول ما تسمعش كلام مخك، وقوم
خالف نفسك. ده هيبطل تفكير. لما تنزل الشارع فعليا بكل جسمك وانت نازل لهدف معين، وان انا نازل ادور على جيم عشان اروحه، او ان انا نازل احجز في كورس ما عشان اتعلم لغة او اتعلم حاجة او احفظ قرآن. انا نفسي احفظ قرآن فعلا. مخك يعني مش هيفكر. انت خلاص انت خدت القرار يا معلم، انا مش مستني مخي. انا مش بعمل حاجة حرام، اذا انا مش هفضل افكر بقى كتير. انا مش باخد قرار مصيري في حياتي زي الجواز مثلا. بس يا رب ما اقولش حاجة تاني لما اجي اقفل الفيديو. يا رب الصوت يبقى كويس. يا رب يعني تكونوا شايفيني كويس، عشان والله انا مش شايف نفسي. واكتب لي رأيك، اكمل في هذا الحاجة دي ولا لا. ولو الحاجة دي بالنسبة لك مش حلوة، أنا للأسف مش بعمل ده كغرض تجاري. الحمد لله أنا عايش حياتي الحمد لله كويس. وبعمل الحاجة دي كعلاج نفسي ليا، لأن أنا ما عنديش حد أتكلم معاه زي ما قلت لكم. فسامحني يعني لو الحاجة دي مش عاجباك. شكرا. أشوفكم على خير. السلام عليكم. انا بحب ممسك، يعني مش بحب امسك الكوبايه من هنا، تمام. بحب سخونه الشاي تبقى لامسه ايدي، فاهم؟ ابقى بشرب الشاي وفي نفس الوقت انا حاسس يعني فاهم حاجه كده.